السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب سكندري 2. النهاردة إن شاء الله إحنا هنعمل بقى شغل كده جامد، وهنقعد بقى نحل الويكلي شيت، وهنحل كمان الهومورك بتاع الوزارة. معاكم طبعا مستر عمر عرابي. تعالوا بقى نبتدي كده نحل، وهنحل إن شاء الله تقييم كده كل ما بينزل أول بأول كل أسبوع. فتابعونا بقى وتعالوا نبتدي. طبعا احنا عندنا عارفين ان اول ليسون ده كان بيتكلم عن عن الكيميكال رياكشن والبوندز، واتفقنا ان احنا عندنا طبعا كيميكال رياكشن ده بيحصل عن طريق بوندز، يعني البوندز روابط، حاجات بتربط حاجه مع حاجه. وفي حاجه اسمها كيميكال بوندز وفي فيزيكال بوندز. الكيميكال بوندز طبعا اللي هي بتربط ما بين الاتومز في الموليكيول الواحد عشان خاطر يقدر يكون ماده جديده. والفيزيكال بوندز اللي هي حاجه بتمسك الموليكيولز مع بعضيها، ودي ما بتديش ماده جديده، دي بتاثر على بعض الفيزيكال بروبرتيز بتاعت الماتر. تعالوا نبتدي نشوف الويكلي اسسمنت بتاع الوزاره ونحل مع بعضين كده. طيب اول حاجه question 1 بيقول لك using the following elements: A equal 15، B equal B11، والكربون او السي هنا 9 والدي 6. طيب المفروض احنا تعالوا نشوف الاسئله كده هو بتقول ايه. طبعا 15 كده مجرد لما بيجيب لنا طبعا اتوميك نمبر يبقى بقى عارف ان ده اللي هو بتاع مين، بتاع الفوسفورس. يعني انا لما اجي اعمله كده خلاص هيبقى الايه ده الالكترونيك كونفيجريشن القديم 2 8 5. المفروض ده طبعا ميتال ولا نون ميتال؟ احنا عارفين بقى كنا بناخد اللي عنده اكتر من 4 بيبقى نون ميتال. طيب والمفروض عندي هنا البي الاتوميك نمبر بتاعه 11، يعني هيبقى 2 8 1. يعني ده اخر انرجي ليفل عنده 1 الكترون اقل من 4، يبقى ده طبعا ميتال. وعارفين طبعا ال 11 ده بتاع الصوديوم. طيب الكربون 9 يعني لما اجي اوزعه هيبقى 2 كام؟ 2 7، يعني اخر انرجي ليفل عنده 7 الكترونز، فده برضو نون ميتال اللي هو هيبقى الفلورين. دي 6 طبعا هيبقى 2 4، وده برضو عارفين ان هو الفور دوت المفروض تبع النون ميتال، يعني ده الكربون. طبعا احنا عارفين ان النون ميتالز متعودين ان هي بتبقى مور ذان 4 يا 5 او 6 او 7، بس عندنا طبعا الكربون هو نون ميتال واخر انرجي ليفل بيبقى فيه 4 الكترونز. طيب which of the following او each of them can form with hydrogen؟ مين فيهم مع الهيدروجين يقدر يكون ايونيك كومباوند؟ الايونيك كومباوند احنا كلمه ايونيك جايه من ايونز، بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون. مين اللي بيعمل بوزيتيف ايون؟ اكيد الميتالز. ومين النيجاتيف ايون؟ النون ميتال. طيب اللي هيكون بقى مع الهيدروجين، الهيدروجين هو اصلا نون ميتال، هيكون معاه ايونيك كومباوند، يبقى انت عايز معاه مين؟ عايز معاه ميتال. طيب مين في دول ميتال؟ اتفقنا طبعا ان احنا عندنا مين؟ البي اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه 11 281، فده هو اللي هيقدر يتحد مع الهيدروجين ويقدر يكون معاه ايونيك كومباوند. يبقى اول حاجه 1 هيبقى مين؟ هيبقى بي 11. تمام. طيب نمبر 2 بولار كوفالنت كومباوند. طبعا احنا كنا بنقسم الكوفالنت، عندنا الكوفالنت بوند كان في منها بيور وكان في منها نون بولر وكان في منها بولر، وقلنا بنحدد النوع according على حسب الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي. طيب هنا هو عايز حاجه بولر، يعني المفروض احنا كنا بناخد كده لو انا الديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي. يعني ايه الكترو نيجاتيفيتي؟ فاكرين قوه الشد؟ انا عندي اتوم بتشارك مع اتوم، كل اتوم بتطمع في الالكترونز اللي بيشاركوا بيها مع بعض، وكل واحد بيحاول يشد الالكترونز اللي ناحيته. طيب فالمفروض لو لقينا ان قوه الشد بتاعت الاتنين زي بعض، وده بيحصل امتى؟ لو انا عندي حاجه داي اتوميك اليمنت، يعني هيدروجين وهيدروجين متشاركين مع بعض كل واحد في الكترون، وكل اتوم بتحاول تشد الالكترونز اللي ناحيتها، فبالتالي مفيش فرق في الالكترونيجاتيفيتي، ده هيبقى الفرق زيرو، فبالتالي ده بنسميه بنسميه بيور. يعني احنا لو الديفرنس زيرو كنا بنسميه بيور كوفالنت. طيب لو من فوق الزيرو لحد 0.4 كنا بنبقى عارفين ان ده حاجه نون بولر، ولو فوق ال 0.4 لحد ال 1.7 ده كان بيبقى بولر، ولو من 1.7 او فوق ال 1.7 المفروض ده بيبقى حاجه ايونيك.
طيب مين اللي خدناه بقى هنا بولار كوفالنت؟ يعني لازم يكون الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي من فوق ال 0.4 لحد 1.7. طيب ممكن لو جينا لقينا مثلا الفوسفورس ده 15، يعني المفروض او هنا الاي ده 285. طبعا احنا خلاص اكيد البولار كوفالنت ده بيحصل ما بين اتنين نون ميتالز، يبقى احنا اكيد مش هنحتاج هنا ايه البي ده. طيب عندي ممكن بقى السي، وعندي ممكن مين المفروض الاي، وعندي ممكن مين الدي. طيب مين فيهم هيبقى بولر، يعني الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي كبير او يعني يعتبر ايه كبير من فوق ال 0.4 لحد ال 1.7؟ فالمفروض ان احنا هنلاقي مين؟ هنلاقي عندنا السي، يعني هيبقى عندنا مين؟ الهيدروجين هيبقى معاه مين؟ هيبقى معاه اللي هو السي. ليه؟ عشان ده نون ميتال قوي. يعني احنا كنا بناخد كده الهيدروجين ده موجود فين؟ في اول جروب اللي هو جروب 1A، وعندنا اخر جروب خالص اللي هو جروب 7A. وكل ما يزيد المسافه كل ما الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي يزيد. يعني جروب 1A ده كان عندهم الكترونيجاتيفيتي قليله، كل ما بمشي كده الالكترونيجاتيفيتي بتزيد تزيد تزيد. فبالتالي لو انا عندي هنا جروب 1A وجروب 7A، طبعا عندنا الاي ده اللي هو اخره 5، يعني ده في جروب 5A. المفروض لو فعلنا مثلا الهيدروجين مع الاليمنت اللي في جروب 5A اللي هو الفوسفورس ده، ممكن نلاقي ان هو ايه البولاريتي بتاعته هتبقى حوالي كام؟ يعني احنا كنا بنحسب كده بتبقى مثلا عندنا اعلى حاجه في الالكترونيجاتيفيتي الفلورين كانت بتبقى حوالي 4، وبعد كده عندنا الاكسجين المفروض ان هي حوالي 3.5، وكانت عندنا الكلورين والنيتروجين الاثنين دول بحوالي كام؟ بحوالي 3. طيب فهنا هيبقى اللي هيكون بولر مع الهيدروجين هنختار مين؟ ممكن نختار السي ده، خدوا بالكم اللي هو هيبقى اتش مع سي، وممكن كمان الاتش مع الاي لان ده برضو نون ميتال ايه قوي. يعني ممكن ناخد الاتش مع مين؟ مع اللي هو الفوسفورس او اللي هو يعتبر رمزه هنا عندنا مين؟ ايه. الاثنين دول هم خدوا بالكم ممكن يكونوا عندنا على فكره حاجه ايه؟ بولر. طيب حد يجي يقول لي طب انت يا مستر دلوقتي الفلورين ده 4، الهيدروجين اصلا الالكترونيجاتيفيتي بتاعته بتبقى حوالي 2.1، فالمفروض ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الفلورين والهيدروجين هتبقى كام؟ لما اعمل 4 ماينس ال 2.1 هيطلع لي طبعا حوالي كام؟ حوالي المفروض 1.8. طيب او 1.9. المفروض ال 1.9 ده اعلى من ال 1.7، يعني المفروض ان هو ايونيك. بس هنا في اكسبشن بقى، حته الهيدروجين فلورايد الاتش مع الاف ده المفروض ان هو برضو بولار كوفالنت. طيب يعني عندنا مين اللي ممكن يكونوا بولار كوفالنت كومباوند؟ الاتش مع السي، والاتش كمان مع مين؟ مع الاي. طيب هنا بقى عايز حاجه نون بولار كوفالنت. مين اللي كان بيكون نون بولار كوفالنت وخدنا ليه اكزامبل؟ خدنا الميثين اللي هو CH4. مين هنا السي؟ قلنا اللي هو الاليمنت دي، ده المفروض 2,4، يعني مع الهيدروجين هيبقى ايه؟ هيكون او السي مع الدي، يعني الدي هو اللي هيقدر يكون نون بولار كوفالنت كومباوند مع مين؟ مع الهيدروجين. يعني هنا هتبقى سي وممكن ايه، والمفروض هتبقى ايه؟ دي. ماشي. في السؤال التاني ده لو هو بقى ايه عايز بالارقام بالظبط، يبقى احنا عندنا مين؟ هيبقى عندنا الايه هو اللي ادق الى حد ما. السي اللي هو ممكن الفلورين، هو احنا قلنا فيه اكسبشن بس ده يعتبر ايه لو هنفترض على حسب الارقام بالظبط فده يبقى ايونيك، لكن هنا ايه هيبقى عندنا الايه اكيد اساسي. ماشي. رابع حاجه قال لك covalent compound whose molecule contains 3 bond pairs and 1 lone pair. covalent compound مع من دول مع الهيدروجين يبقى فيه 3 بوند بيرز و1 لون بير. معنى ان هو 3 بوند بيرز يبقى المفروض ان هو الاتوم اللي هتخش مع الهيدروجين عندها ايه؟ في 3 الكترونز هتشارك بيهم في ال3 بوندز، وكمان 1 لون بير. ال1 لون بير ده عنده ايه؟ 2 الكترونز. فالمفروض كده يبقى هو عنده في اخر انرجي ليفل كام؟ 5. يعني مثلا هيكون عندي element x وات ايفر بقى هو مين في دول معرفش، هيبقى عنده 3 لون بير مثلا مع الهيدروجين اهو، وهيبقى عنده كام؟ لون بير.
يعني المفروض هو اخر انرجي ليفل عنده كام؟ 1 2 3 4 5. عنده 5. مين اللي عنده 5 الكترونز في اخر انرجي ليفل؟ هيبقى مين؟ الاي. يبقى هنا الكوفالنت كومباوند اللي هيبقى فيه 3 بوند بير 1 لون بير هيكون الاي. طيب نمبر 5 قال لك covalent compound whose molecule contains 3 lone pair and 1 bond pair. طيب 3 lone pair يعني ايه؟ يعني الاليمنت ده اهو هكتب مثلا اكس عنده 3 لون بير، يعني هحط اهو ادي 2 وادي 2 وادي 2 ادي كده 3 لون بير، وعنده 1 بوند بير، وعنده 1 بوند بير اهي ادي البوند. يبقى هو كده المفروض عنده كام فالنسي الكترون؟ يبقى عنده 1 2 3 4 5 6 7. عنده 7 الكترونز في اخر انرجي ليفل. مين ده اللي عنده 7 الكترونز؟ هيبقى طبعا السي اللي هو عنده 9 اللي هو المفروض اصلا يبقى الفلورين. يبقى عندنا هيبقى الكومباوند ده هو مين؟ او الاليمنت ده السي. ماشي. covalent compound whose molecule contains 4 bond pairs. يبقى اللي حواليه 4 بوند بيرز زي مثلا الاكس اهو 4 بوند كده اهو. يبقى هو عنده اصلا كان كام الكترون عنده البوند بير ده؟ يعني اصلا كل بوند بير الواحده فيها الكترون بتاعه والكترون مع الاتوم الثانيه اللي هي مين؟ كل ده بيتكلم على ان هو حاجه مع الهيدروجين اهو. ف3 4 هيدروجين. يبقى مين عندك الاليمنت ده اللي عنده 4 الكترونز بس في اخر انرجي؟ خش على question number 6. بيقول لك covalent compound whose molecule contains 4 bond pairs. يعني 4 bond pairs يعني هو مشارك باربعه الكترونز ما دام حواليه 4 بوندز. يعني مثلا لو انا هفترض اهو عندي element كده اكس حواليه 4 بوند بيرز، يعني البوند اهي ادي بوند وادي بوند وادي بوند وادي بوند. يعني طبعا كل بوند هو مشارك فيها بالكترون واحد. طبعا مع مين؟ كل ده مع الهيدروجين اهو. وهنا البوند دي هو مشارك فيها بالكترون واحد مع الهيدروجين، ودي نفس الكلام ادي الكترون وادي الهيدروجين وادي الكترون وادي الهيدروجين. يبقى هو اصلا كان حواليه كام الكترون مشارك بيهم؟ 4. مين في دول عنده 4 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل؟ طبعا عندنا مين؟ الدي اللي هو فيه 6 ف 2 4. يبقى احنا عندنا هنا question number 6 هتبقى اجابته ايه؟ اجابته دي اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ بتاعه 6. طيب نخش على question number 2. بيقول لي ايه هنا؟ Determine the type of bonds in reactant in the following reaction وexplain your answer. عايز نوع البوندز اللي موجوده فين في الرياكتنت. فين الرياكتنت؟ اللي هم دول ال Cl2 وايه بلس ال 2Ki. طيب انا عشان اقدر احدد نوع البوند لازم اشوف اولا الاتومز او الاليمنتس اللي مكونه كل موليكيول. اذا كانوا واحد ميتال والتاني نون ميتال يبقى اكيد دي ايونيك. طيب لو انا عندي الاثنين نون ميتالز يبقى اكيد دي كوفالنت. فاول حاجه Cl2 طبعا لازم اشوف البوندز. اكيد Cl ده نيجاتيف ايون ده حاجه نون ميتال، والCl ده نون ميتال، فالاثنين اصلا عملوا شيرنج مع بعض. فالمفروض اكيد ما دام 2 نون ميتالز يبقى اكيد اول حاجه البوند اللي في Cl دي ايه؟ بتبقى كوفالنت بوند. ليه؟ عشان هقول because it is resulted from sharing of two non-metals with a with electron. طيب تاني واحد Ki. عندي الكي ده البوتاسيوم طبعا ده ميتال، والاي ده الايودين ده حاجه نون ميتال. يبقى انا لو عندي حاجه ميتال ونون ميتال يبقى اكيد دي ايونيك. ده عمل لوز الكترون فبقى بوزيتيف، وده عمل جين الكترون فبقى نيجاتيف، فبالتالي حصل اتراكشن. يبقى اكيد البوند اللي ما بين البوتاسيوم والايودين هنا اكيد هتبقى ايونيك طبعا. وليه؟ هقول because ionic bond resulted from electrostatic attraction between positive ion of metal with negative ion of non-metal. طيب يبقى اول سؤال اهو خلاص الCl2 في covalent والKi في ionic. ماشي نخش على question number 2. بيقول لي which is more polar NH3 الامونيا ولا البي اتش 3 الفوسفين and why وليه؟ مين مور بولر؟ طيب المفروض ان احنا لو جينا خدنا بالنا كده النيتروجين والفوسفورس هما الاثنين في نفس الجروب في جروب 5A عندهم 5 الكترونز في اخر انرجي ليفل. يعني
كنا بناخد كده في جروب 5A في عندنا طبعا اللي فوق النيتروجين واللي تحتيه مين؟ الفوسفورس. طيب المفروض هو عايز مور بولر، يعني كل ما يزيد الفرق في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاتومز كل ما المفروض الايه؟ البوند دي تبقى بولر. يعني هنا المفروض النيتروجين عمل شير مع 3 هيدروجين، وطبعا عنده لون بير اوف الكترونز عشان دول كلهم في جروب 5A، فاكيد اخرهم اخر انرجي ليفل او الفالنسي الكترون فيه 5. وطبعا الفوسفين ده هيبقى الفوسفورس اهو، وبرده معاه 3 هيدروجين اهو، وعنده لون بير اوف ايه؟ اوف الكترونز. طيب فطبعا بيحصل الكترونيجاتيفيتي، يعني ايه؟ قلنا الفوسفورس بيحاول يشد الالكترونز بتاعت البوند من ناحيته، والهيدروجين يحاول يشد النيتروجين، نفس الكلام بيحاول يشد وده بيحاول يشد. وقلنا ان كل ما بيزيد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي كل ما البولاريتي بتزيد. طيب الهيدروجين عارفينه ب 2.1 دي الالكترونيجاتيفيتي بتاعته. طيب محتاج اشوف مين اللي عنده الكترونيجاتيفيتي اكتر، الفوسفورس ولا النيتروجين؟ احنا كنا بناخد من الترم الاولاني ان في جراديويشن للالكترونيجاتيفيتي للاتومز او للاليمنتس. طيب كنا بناخد ان في البيريود كل ما بنمشي كده كانت الالكترونيجاتيفيتي بيحصل لها انكريز، وكل ما بننزل تحت في الجروب كل ما الالكترونيجاتيفيتي كان بيحصل لها ديكريز. يعني معنى كده مين اللي هيبقى اعلى في الالكترونيجاتيفيتي؟ والفوسفورس تحت النيتروجين. طبعا كل ما بننزل الالكترونيجاتيفيتي بتقل يبقى النيتروجين هو الالكترونيجاتيفيتي بتاعته مور ذان الفوسفورس. يبقى اكيد الديفرنس ما بين النيتروجين والهيدروجين هتبقى مور ذان الديفرنس اللي ما بين مين ومين؟ الفوسفورس والهيدروجين. يبقى بالتالي مين اللي هيكون مور بولر؟ كل ما الديفرنس يزيد كل ما البولاريتي ايه؟ تزيد. يبقى اكيد ال NH3 هو ده اللي هيبقى بولر اكتر، عشان الفرق طبعا ما بين النيتروجين والهيدروجين هيبقى اكتر من الفرق ما بين الفوسفورس والهيدروجين. ماشي. Question number 3. If you have two melting points 714 و 810, which one do you expect is the melting point of sodium chloride salt and which one is the melting point of magnesium chloride salt? Explain your answer. طيب احنا كنا بناخد طبعا وعملنا comparison كده ما بين صوديوم كلورايد والمغنيسيوم كلورايد والالومنيوم كلورايد، وكنا بناخد ان الفرق هنا الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم، طبعا الصوديوم ده في جروب 1A والمغنيسيوم في جروب 2A والالومنيوم ده في جروب 3A، وكلهم متفاعلين طبعا مع الكلورين اللي هو طبعا في جروب ايه؟ 7A. وكنا بناخد ان الايونيك كومباوندز دي بتحصل ما بين two terminals of periodic table، يعني ما بين الطرفين، ما بين اول جروب الحاجات اللي موجوده على الرايت سايد والحاجات اللي موجوده على الليفت سايد، وكل ما المسافه تزيد او كل ما يبعدوا بيبقى ايونيك بوند اقوى. طيب مين ابعد؟ اكيد الاليمنتس اللي هو الصوديوم هو في جروب 1A والكلورين ده في 7A اكيد ابعد من المغنيسيوم اللي في 2A والكلورين اللي في 7A. وقلنا اصلا فاكرين ان الالومنيوم كلورايد ده ما يعتبرش اصلا ايونيك، لان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتاعته كانت اقل من كام؟ من ال 1.7. لكن الاثنين دول المفروض ان هم كانوا ايه؟ كانوا حاجات ايونيك. مين اللي هتبقى بقى الايونيك كومباوندز دول؟ طبعا صفاتهم عامله زي صفات الميتالز، يعني كان عندهم ميلتنج بوينت عاليه وكانوا جود كوندكتورز اوف هيت والكتريستي. وطبعا كنا بناخد كمان ان الصوديوم كلورايد الميلتنج بوينت بتاعته اعلى من المغنيسيوم كلورايد لان هو ايونيك كومباوند اقوى، وكمان كان جود كوندكتور او فيري جود كوندكتور اوف الكتريستي. المغنيسيوم كلورايد كان ايه؟ كان جود بس كان بيوصل، لكن مين اقوى؟ الصوديوم كلورايد. فاكيد اللي الميلتنج بوينت بتاعته هتبقى اعلى هو ده مين؟ الصوديوم كلورايد. طيب وطبعا يبقى الصوديوم كلورايد هو الميلتنج بوينت بتاعته حوالي 810، والميلتنج بوينت بتاعت المغنيسيوم كلورايد هيبقى 714. علشان لما يقول لي explain your answer هقول because the difference in electronegativity between sodium and chlorine more than the difference in electronegativity between magnesium
and chloride. يعني كنا بناخد الصوديوم ده كان 0.9 في الالكترونيجاتيفيتي، والكلورين كان كام؟ كان 3. فالفرق ما بينهم كام؟ يعني ما اعمل 3 ماينس 0.9 كان بيطلع حوالي 2.1. طيب المغنيسيوم كان حوالي 1.2، والكلورين عارفين ان هو كام؟ 3. فلما اعمل 3 ماينس ال 1.2 طبعا بغض النظر مين اكبر انا بشوف الديفرنس الفرق ما بينهم هيطلع كام؟ حوالي 1.8. فطبعا هنا ده عشان الديفرنس اكبر فبالتالي هو ايونيك كومباوند اقوى من المغنيسيوم كلورايد. ماشي، نخش على question 3. بيقول لك the diagrams below represents Lewis electron dot symbols of 3 different elements. اللويس electron dot symbols بتاعت 3 elements مختلفين. جاب لي الاكس وحط لي 2 والواي حط لي ادي 5 والدبليو هنا حاطط لي كام؟ 7. بيقول لي write the chemical formula for the possible ionic compound. مين اللي ممكن يكون ايونيك كومباوند؟ ايونيك يبقى احنا عايزين حاجه ميتال مع حاجه نون ميتال. حاجه ميتال يبقى اكيد الفالنسي بتاعتها عدد الالكترونز اللي في اخر انرجي ليفل اقل من 4. مين فيهم عنده عدد الكترونز اقل من 4؟ طبعا مفيش غير الاكس. عنده كام؟ عنده 2. يبقى اكيد الاكس هيتفاعل مع ايه؟ مع اي حد نون ميتال. يعني ممكن الاكس مع الواي؟ ممكن الاكس مع الدبليو؟ ايوه ممكن. طيب الاكس مع الواي عشان ده نون ميتال وده نون ميتال عشان عندهم اكتر من 4، لكن ده ايه؟ ميتال. طيب المفروض طبعا بعد عشان اكتب كيميكال فورمولا بكتب السيمبلز كده اكس وواي وبعدين بكتب الفالنسي وبعمل اكستشينج زي ما احنا متعودين بقى من اعدادي. طيب الاكس ده الفالنسي بتاعته كام؟ 2، والواي هنا عنده 1 2 3 4 5، يبقى هو 5 محتاج كام الكترون؟ محتاج 3. يبقى الفالنس بتاعته كام؟ تراي فالنت. فبالتالي كنا بنبدل ده تراي وده داي، ال3 بتاعت الواي تتكتب تحت الاكس وال2 بتاعت الاكس تتكتب تحت الواي. يبقى الاكس لو اتفاعل مع الواي هيبقى محتاج 3 اتومز من الاكس يتفاعلوا مع 2 من الواي. طيب ما هو الاكس ده ممكن برضو يكون ايونيك كومباوند مع الدبليو لان ده ميتال وده نون ميتال. يبقى لما امسك كده ادي اكس ودبليو برضه هشوف ده داي فالنت، يبقى خلاص الفالنس بتاعته تتكتب تحت الدبليو. وده بقى 1 2 3 4 5 6 7 ده ناقص له كام الكترون؟ ناقص له 1 بس. فبالتالي خلاص يبقى طبعا هيتحط ايه؟ هيحتاج 1، يبقى هو هيتفاعل مع اتوم واحده من الاكس. يبقى دلوقتي البوسيبل ايونيك كومباوند هيبقى اكس 3 واي 2 وهنا هيبقى اكس دبليو ايه؟ دبليو 2. دول الايونيك كومباوندز اللي ممكن يجوا من الثلاثه دول. بعد كده بيقول لي write the chemical formula for the possible pure covalent. طيب لو انا عايز اطلع بقى ببيور كوفالنت، بيور كوفالنت يبقى اكيد دي بتحصل ما بين two similar non-metals، يعني في الداي اتوميك elements. داي اتوميك elements يعني مين الحاجات بقى النون ميتال؟ ممكن الواي ده نون ميتال، يبقى الواي مع واي تانية هيعملوا شيرنج، يبقى المفروض واي مع واي يبقى يديني ايه؟ واي 2. خلاص؟ طيب وهنا دبليو المفروض دبليو برضه هيعمل شير مع دبليو تاني فاكيد هيبقى دبليو ايه؟ 2. يبقى اكيد هم دول البوسيبل او الكيميكال فورمولا بتاعت البوسيبل بيور كوفالنت موليكيول. ان البيور على طول بتحصل ما بين 2 نون ميتال زي بعض، لازم 2 زي بعض. فبالتالي مين النون ميتال؟ ده نون ميتال ده نون ميتال. خلاص يبقى انا هجيب من ده 2 وهجيب من ده 2 وكل واحد خلاص هيعمل ايه؟ هيعمل شيرنج. هنا بقى ممكن كل واحد يعمل شير مع الثاني. يعني مثلا الواي ده المفروض هيبقى كل واي هتشارك مع الواي الثانيه، دي محتاجه 3 دي ب3 خلاص يبقى بتريبل كوفالنت بوند عندنا. بس طبعا هيتكتب واي 2 عادي جدا. الدبليو ده محتاج الكترون واحد خلاص يبقى دبليو بسنجل كوفالنت بوند مع دبليو خلاص يديني ايه؟ دبليو 2. هنا بيقول لي write number 3 بقى write the chemical formula for a molecule contains 10 lone pairs of electrons and 3 bond pair. طيب عايز الكيميكال فورمولا بتاع موليكيول فيه 10 لون بير اوف الكترونز و3 لون بير و3 بوند بير. مين فين؟ من دول برضو الاكس والواي والدبليو.
طيب ماشي، يبقى هو عايز 10 لون بير و3 بوند بير. يعني المفروض ان انا عندي مثلا، قلنا طبعا هنا اللون بير والبوند بير دي اكيد ما دام فيها بوندز يبقى ده اكيد بيتكلم عن حاجه كوفيلنت. طيب الكوفيلنت دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن 2 نون ميتالز. حلو. والمفروض بقى مين هنا النون ميتالز اللي عندي؟ برضو قلنا مين؟ الواي والدبليو. طيب احنا كنا هنكتب هنا كده ادي الواي اللي هو مديوني وحواليه 5 اهو بالشكل ده، وكان مديني هنا دبليو والمفروض الدبليو ده كان حواليه 7. ادي 1 2 3 4 5 6 7. طيب المفروض هنا اعمل بقى ازاي 10 لون بير و3 بوند بير؟ يعني احنا دلوقتي لو هنفترض ان ده الفالنس بتاعته كام؟ قلنا محتاج 3 وده محتاج 1. يعني لما يجوا الاثنين يمسكوا في بعض يبقى الواي مع الدبليو. الواي ده محتاج 3 يبقى الفالنس بتاعته 3 اكتبها تحت الدبليو. وده محتاج كام؟ ده المفروض محتاج 1. خلاص يبقى هو هيتفاعل مع مين؟ مع 1 بس من الواي. طيب لما اجي اشوف بقى عمليه الشيرنج دي ان هو كده الواي هيتفاعل مع 3 من الدبليو، انا كتبت كده ليه؟ من الفالنسي ده تراي فالنت. يعني هنا النيتروجين محتاج على كل سنجل الكترون ان هو يعمل ايه؟ ان هو يعمل بوند بير. وهنا ده محتاج ايه؟ عنده سنجل الكترون واحد، فعشان كده الواي هيتفاعل مع 3 من الدبليو بدلت، يعني ده تراي فالنت وده مونو بدلت. طبعا ال1 هنا ما بيكتبش وال3 هنا تتكتب، فبالتالي اهو الواي مع 3 من الدبليو، يعني كده اهو دبليو دبليو دبليو. طيب كده الواي شارك بالثلاثه دول، فاضل له ايه؟ لون بير اهو. ماشي. طيب كل دبليو هو شارك بالالكترون ده، بالتالي فاضل له هنا 2 و2 و2، يبقى ادي عندي ادي لون بير وادي لون بير وادي لون بير، وده هيبقى عنده اهو برده 3 لون بير، وده برده عنده 3 لون بير اهو بالشكل ده. يبقى انا لو حسبت كده في كام لون بير في الموليكيول ده كله، هنا في 1 وهنا 3 يبقوا 4 و3 يبقوا 7 و3 يبقوا 10، يبقى فعلا 10 لون بير. وفي كام بوند بير؟ في عندي 3 1 2 ايه 3، يبقى هو فعلا الموليكيول ده هيبقى YW3. طيب بعد كده اخر حاجه عندنا question 4 give reason for each of the following. Sodium chloride salt doesn't conduct electric current. الصوديوم كلورايد سولت مش بيوصل الكهرباء. ايه ده؟ صوديوم كلورايد ده المفروض حاجه ايونيك، طب المفروض يوصل، بس هو هنا بيتكلم على ايه؟ سولت كملح. المفروض ان احنا خدنا ان انا لو عندي صوديوم كلورايد وهو ملح كده، ده الملح اللي احنا بناكله يا جماعه وهو سوليد، اكيد لو انا جبت سلك كده وسلك كده عشان اخليهم يوصلوا الكهرباء، الملح ده مش هيوصل. ليه؟ لان الكهرباء هي عايزه ايونز، عايزه بوزيتيف ايون وعايزه نيجاتيف ايون، زي ما احنا كنا بناخد ان الكهرباء دي عباره عن الكترونز عايزه تشارجز. فعشان كده الصوديوم كلورايد وهو سوليد مش هيوصل. لكن لو انا حطيت عليه ووتر ميه، فالمفروض ان هو هيبقى ايه؟ NaCl aqueous. الميه بتعمل ايه؟ بتعمل ايونايزيشن. مجرد لما بيتحط الصوديوم كلورايد في الووتر خلاص بقى كأن عندي ال Na بوزيتيف ايون اتفصل عن ال Cl نيجاتيف ايون، فبقى يوصل الكهرباء. طيب ده انا ممكن كمان مش لازم احطه في ميه، انا لو جيت عملت له هيتنج سخنته وعملت له ميلتنج وحولته بقى NaCl ليكويد، برضو عمليه الميلتنج دي بتخليه بشكل اينز، يعني ان ايه هيبقى بوزيتيف اين ليكويد وهنا بلس السي ال نيجاتيف اين ايه ليكويد، كده برضو يوصل الكهرباء. يعني الصوديوم كلورايد salt doesn't conduct electric current because the aqueous solution or molten of sodium chloride only can conduct electricity. عشان طبعا هم هنا عندهم ايه؟ ions. طيب ده اول سؤال، لكن وهو سولت كده سوليد مش هيوصل الكهرباء. تاني حاجه قال لك المولتن اهو السايح صوديوم كلورايد كوندكت الكتريك كارنت مور ذان مولتن مغنيسيوم كلورايد، ودي بقى قلناها عشان الصوديوم كلورايد الديفرنس because the difference in electronegativity between sodium and chloride او and chlorine طبعا اللي هو كان بيبقى حوالي كام 2.1 more than the difference in electronegativity between magnesium and
كلورايد اين او الكلورين اتوم اللي هو كان بيبقى حوالي 1.8. يعني الفرق هنا او السبب هو الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي. ماشي. طيب هنا بيقول لي water molecule is more polar than ammonia. طبعا عارفين برضو ان الووتر H2O عباره عن اكسجين عامله شير مع 2 هيدروجين، والامونيا نيتروجين عامله شير مع 3 هيدروجين. وعارفين ان الاكسجين ده تاني اعلى اليمنت في الالكترونيجاتيفيتي بكام؟ بحوالي 3.5. فالديفرنس هنا ما بين الاكسجين اللي هو 3.5 والهيدروجين اللي هو 2.1 الفرق ما بينهم هيبقى حوالي 1.4. طب النيتروجين بكام؟ ب 3. والهيدروجين بكام؟ قلنا لسه زي هنا اكيد 2.1. فهنا الديفرنس ما بينهم كام؟ 0.9. يبقى اكيد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاكسجين والهيدروجين في الووتر more than the difference in electronegativity between النيتروجين والهيدروجين فين؟ في الامونيا. وكل ما بيزيد طبعا الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي the polarity of compound increase. عشان كده الووتر is more polar than ammonia. وكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الويكلي اسسمنت بتاع secondary 2 بتاع الاسبوع الاول. يلا بينا نخش على الهومورك. طيب هنا اول حاجه طبعا عندنا choose بيقول لك using the periodic table of elements choose the correct answer باستخدام البريودك تيبل. يعني المفروض ان احنا يبقى قدامنا البريودك تيبل ونختار. قال لك هنا اول حاجه which electron arrangement for the outer shell electrons in a covalent compound is correct. يعني الترتيب بتاع الالكترونز في الاوتر شيل الكترونز في covalent compound مين في دول صح. طيب لما اجي ابص كده هنا في اول موليكيول الهيدروجين كأن الاكسات دي الالكترونز بتاعته. هو الهيدروجين عنده 3 الكترونز في اخر انرجي ليفل؟ اكيد لا، ده الهيدروجين ده هو ما حلتوش غير ايه؟ غير الكترون واحد. وبالتالي هنا اكيد دي مش هتنفع. طيب هنا هيدروجين بص عامل لي كام؟ عامل لي 900,000 الكترون حواليه، دي برضه اكيد ما تنفعش. هنا النيتروجين عمل شير مع كام؟ مع 3 هيدروجين، وكل هيدروجين مشارك بالكترون واحد اللي هو الاكسات، وده مشارك بالكترون، ده مشارك بالكترون، والنيتروجين مشارك اهو ب3 الكترون في كل بوند وعنده لون بير. النيتروجين فعلا الاتوميك نمبر بتاعه 7. يعني هيبقى المفروض لو عملنا بالالكترونيك كونفيجريشن بقى اللي خدناه الترم الاولاني 1s2 2s2 2p3 كده عنده كام الكترون في الفالنسي شيل في اخر انرجي ليفل اللي هو الثاني؟ عنده 5. يبقى هو المفروض فعلا عنده 5 الكترونز والهيدروجين عنده 1. يبقى الاجابه دي صح. اجي ابص هنا طبعا هو هنا النيتروجين شارك ب3 واتبقى له لون بير، تمام. هنا النيتروجين شارك ب3 بس ما عندوش اي لون بير، فدي برده ما تنفعش. يبقى الاجابه هتبقى سي. طيب question number 2 بيقول لك which element doesn't form stable ion with the same electronic structure as argon. مين الاليمنت اللي مش هيكون stable ion؟ يعني الايون بتاعه مش هيبقى مستقر with the same electronic structure of argon، بنفس الالكترونيك ستراكشر بتاع الايه؟ الارجون. طيب طبعا المفروض يبقى قدامنا البريودك تيبل. عندي الالومنيوم ده المفروض ان هو 13، الكلورين ده 17، الفوسفورس ده المفروض ان هو 15، وعندي البوتاسيوم ده 19. طيب عايز بقى الاليمنت اللي مش هيكون ستيبل اين، مش هيكون ستيبل اين بنفس الالكترونيك ستراكشر بتاع الايه؟ الارجون. المفروض بقى لما اجي ابص كده الكلورين ده لما يجي يكون ايون هو عنده 17، يعني لما اجي اوزعه كده اهو هيبقى 2 8 7. فبالتالي ده لما يجي يعمل جين الكترون، طبعا هو بيقول لك بيتكلم على الارجون، الارجون ده اللي هو 18 يعني 2 8 8. فبيقول لك مين في دول بقى مش هيبقى ستيبل لو كون الكترونيك ستراكشر زي الارجون؟ عندي الكلورين ده المفروض انه ياخد الكترون، فبالتالي هيبقى شبه مين؟ هيكمل ده هيبقى شبه الارجون، يبقى ده هيبقى ستيبل. هو بقى عايز حاجه does not form a stable ion، يبقى دي مش هتنفع. طب الفوسفورس المفروض لما يبقى اين هو عنده 15 يعني 2 8 5،
فبالتالي ده هيعمل لما بيبقى ايون هياخد 3 برضه هيبقى شبه الارجون، فده كده هيبقى ستيبل. هو عايز حاجه مش هتبقى ستيبل. طيب البوتاسيوم ده المفروض 19، لما نيجي نوزعه طبعا هيبقى 2 8 8 1، ده هيلوز ل 1 فبرضه هيبقى ستيبل لما يبقى شبه الارجون، يبقى اكيد هيبقى عندنا الالومنيوم. طب اشوف الالومنيوم، هو 13 2 8 3، ده هيبقى ستيبل امتى؟ لما يبقى شبه النيون، لما يلوز دول هيبقى شبه النيون، ولو بقى شبه الارجون طبعا مش هيبقى اكيد ستيبل، يبقى الاجابه كده اكيد هتبقى الالومنيوم. طيب number 3 which of the following statement about a molecule NH3 is correct؟ مين في الجمل دي بيتكلم عن الموليكيول NH3 هيبقى صح. هنا ال NH3 ده اهو ادي النيتروجين ومشاركه مع 3 هيدروجين، وعارفين النيتروجين ده في جروب 5A يعني عنده 5 فالنسي الكترونز، هو شارك ب3 مع 3 هيدروجين، يبقى فاضل له 2، يبقى عنده لون بير. طيب تعالوا نشوف بقى الاجابات. بيقول لك each hydrogen atom donates يعني هتتبرع او هتدي a pair of electrons to nitrogen. ايه ده؟ الدونيتس يعني كل هيدروجين اتوم هتدي 2 الكترون للنيتروجين؟ اكيد لا، الهيدروجين هنا بتشارك اصلا بالكترون واحد وما عندهاش غيره، فدي اكيد مش هتنفع. طيب there are double covalent bonds between nitrogen atom and the hydrogen atom. في double covalent ما بين النيتروجين والهيدروجين؟ لا اكيد دي سنجل كوفالنت، دي الكترون دي بوند واحده، يبقى اكيد هنا طبعا مش هتبقى بي. طيب there are single covalent bonds between its hydrogen atoms. ما بين الهيدروجين اتومز، ما بين الهيدروجين اتومز وبعضيها في single covalent bond؟ لا، الهيدروجين اصلا ما بتشاركش مع بعضيها، هي بتشارك مع مين؟ مع النيتروجين. طيب بيقول لي there are 3 shared pairs of electrons in the molecules. في 3 shared pairs يعني 3 ازواج متشاركين بيهم. اهو ادي pair of electron حصل فيهم sharing، وده pair وده pair، يبقى فعلا عندنا 3، ففعلا الاجابه عندنا هتبقى مين؟ هتبقى دي. بعد كده question 4 بيقول لي which molecule contains 6 bonding electron؟ انهي موليكيول فيه 6 روابط، 6 bonding electrons يعني 6 الكترونز داخلين فين؟ في البوند. همسك كل واحد وافككه. انا عندي هنا طبعا في اي كومباوند همسك الاتوم اللي عندها عدد اقل. يعني ايه؟ يعني C2H4 هنا الكربون في منها 2 والهيدروجين 4، مين اقل؟ اكيد الكربون اللي فيه 2، فدي بتبقى السنترال اتوم. يعني ايه سنترال اتوم؟ يعني انا هحط ادي 2 كربون اهم جنب بعض واوزع الاربعه هيدروجين دول على الاثنين، يعني هنا كل واحده تاخد 2، يعني دي هيبقى عندها H ودي H ودي ايه؟ H. تمام ماشي. هنا H2S يعني انا عندي مين الاقل؟ الاس واحده مرتبطه بكام؟ ب2 هيدروجين اهو. ماشي. NCl3 عندي N واحده مرتبطه ب3 كلورين، يبقى ادي الN وحواليها ادي Cl وادي Cl وادي Cl. عندي هنا SF6 يعني S مرتبطه ب6F، ادي 1 2 3 4 5 كام؟ 6. هو بقى عايز ايه؟ 6 بوندنج الكترونز، يعني 6 الكترونز داخلين في بوند. البوند الواحده المفروض فيها 2 الكترونز، يعني انا لما امسك كده في عندي كام بوند؟ ادي 1 2 3 4 5. طيب 5 والبوند الواحده فيها 2، يبقى كده عندي 10 بوندنج الكترونز. 10 بوندنج الكترونز هنا، يبقى ده اكيد ما فيهوش كام؟ ما فيهوش 6 بوندنج الكترونز. هنا في عندي ادي 2 بوند والبوند الواحده فيها 2 الكترونز، يبقى انا عندي كام بوندنج الكترونز؟ كام الكترونز داخلين في البوند؟ عندي 4، يبقى دي مش هتنفع. طب عندي هنا NCl3 في عندي كام بوند؟ 3 1 2 3 والبوند الواحده فيها 2 الكترونز، يبقى فعلا هيبقى عندي 6 الكترونز، يبقى الاجابه فعلا NCl3. طب الثانيه 6F6 فيه 6 بوندز يعني 6 في 2 هيبقى عندنا كام؟ حوالي 12 الكترونز، فبالتالي اكيد برضو مش دي، يبقى الاجابه فعلا هتبقى C. طيب question number 5 which of the following compounds مين في دول has the highest ability to conduct electric current؟ عنده قدره اعلى ان هو يوصل الكهرباء، وده معناه ان هو يكون ionic compound
قوي زي الصوديوم كلورايد. طيب اما امسك كده CSF وتحتيه مكتوب ايه؟ اس. طيب ده فعلا ميتال وده نون ميتال. حلو، ده ايونيك والسيزيوم ده اقوى ميتال، فالمفروض خدوا بالكم هيبقى ده اقوى ايونيك كومباوند، بس لقينا ان هو سوليد. ده هيوصل كهرباء؟ لا، عشان هو سوليد مش هيوصل، فدي مش هتنفع. طيب امسك هنا LiCl وده اكوس، ده ممكن يوصل الكهرباء. الليثيوم ده ميتال والكلورين ده نون ميتال. حلو، يبقى ده ايونيك وكمان اكوس دايب في ميه، فالايونز متفككه، ده يوصل، بس هو عايز اعلى قدره ان هو يوصل الكهرباء. ماشي. طيب امسك هنا البوتاسيوم والفلورين. طيب البوتاسيوم ميتال والفلورين نون ميتال، برضو ده ممكن ايه؟ يوصل، ده ايونيك وكمان اكوس. طيب جميل، يبقى ده ممكن ايه؟ برضو يوصل هو والبي. طب اخر واحد KCl سوليد، خلاص مجرد ما اشوف سوليد ده كده مش هيوصل. طب يبقى انا هختار LiCl ولا الKF؟ اتفقنا ان كل ما بيزيد الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي كل ما ايه اللي بيحصل؟ كل ما الكوندكتيفيتي اوف الكتريستي بتزيد، بيبقى ايونيك كومباوند اقوى. طيب المفروض ان انا لو هقارن الفلورين والكلورين مين اعلى؟ طبعا الفلورين اعلى في الالكترونيجاتيفيتي. طيب الليثيوم والبوتاسيوم، يعني لما نيجي نشوف كده جروب 1A هيبقى عندنا مين؟ ليثيوم وبعد كده صوديوم وبعد كده بوتاسيوم رابيديوم سيزيوم. ماشي. وعندنا جروب 7A المفروض اللي هو فيه مين؟ فيه الفلورين والكلورين. طبعا ادي الفلورين اهو، وتحتيه مين؟ ادي الكلورين والبرومين والايودين. واحنا كنا عارفين من الترم الاولاني ان احنا كل ما بننزل في الجروب من فوق لتحت كانت الالكترونيجاتيفيتي دي بيحصل لها ديكريز، بتقل. يعني البوتاسيوم هيبقى اقل من الليثيوم. طيب طبعا احنا كل ما بنمشي كده كانت الالكترونيجاتيفيتي بيحصل لها ايه؟ انكريز، يعني اكيد دول اكبر من دول. وهنا طبعا قلنا لما بننزل بتقل، يعني الكلورين اقل، يعني الفلورين هيبقى اكبر واحد، ومين اقل واحد؟ والبوتاسيوم اقل واحد. فاكيد ما بين البوتاسيوم والفلورين هيبقى اكبر ديفرنس، واحد قوي جدا 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 واحد ضعيف جدا جدا جدا. فبالتالي هنا هيبقى اعلى ديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي ما بين البوتاسيوم والفلورين، يبقى هو ده هيبقى عنده اعلى conductivity او highest ability to conduct electric current. فالاجابه هتبقى سي اللي هو البوتاسيوم فلورايد. ماشي، نخش على question نمبر 6. قال لك alkali metals. مين هم الالكالاي ميتالز؟ اللي هم جروب 1A are characterized by ايه؟ طبعا الالكالاي ميتالز دول اللي هم جروب 1A كنا بناخد دول ميتالز عندهم large atomic size، كبار جدا، واقل حاجه طبعا في الايونيزيشن بوتنشال. ماشي. اول حاجه ايونيزيشن بوتنشال يعني ايه؟ يعني اللي هي الابيليتي او هي الانرجي، الطاقه اللي محتاجينها عشان يعملوا لوز للفالنسي الكترونز. طيب هو قال لك هنا it is easy to lose an electron. المفروض هنا الالكالاي ميتال كاتاينز كاركترايزد باي ايه؟ هم سهل جدا يعمل لوز، اي انرجي بسيطه جدا تقدر تحرر الالكترونز عشان عندهم لارج اتوميك سايز. فبالتالي الفالنسي الكترون بعيد جدا عن النيوكليوس والاتراكشن ضعيفه، فسهل جدا ان الالكترون ده يطلع بره. يبقى فعلا هو easy to lose an electron. طيب easy to gain؟ لا. it is difficult to lose electron، صعب ان هو يلوز الكترون؟ لا ده سهل. it is easy to reduce، سهل ان هو reduced. وقلنا عمليه الريدكشن دي هي عمليه gain of electron. لو نفتكر كده كان في oxidation lose وريدكشن يعني gain. سهل ان هم reduced ان هم ياخدوا الكترون؟ لا طبعا هو سهل ان هم يلوزوا يحصل لهم اوكسيديشن، فبالتالي فعلا الاجابه هتبقى A. ماشي، نخش 7. which Lewis dot structure represent bonding in potassium iodide؟ انهي Lewis dot structure بتمثل البوندنج ما بين البوتاسيوم ايودايد؟ خلاص احنا ممكن نعملها وبعد كده نشوف التشويسز. يعني عندي البوتاسيوم ده المفروض ان هو 19، يعني لو جينا عملنا له الكترونيك كونفيجريشن طبعا 1s2 2s2 2p6 وبعد كده 3s2 3p6 وبعد كده اخره هيبقى ايه؟ 4s1 او لما كنا بنوزعه خلاص 2 8 8 1. طبعا اي حاجه الاتوميك نمبر بتاعها اقل من 20 او 20 فيما تحت ممكن نوزعها بالطريقه الايه؟ القديمه عشان نسهل. فده عنده فالنسي الكترون ايه؟ واحد. جميل. طيب والايودين المفروض ده بقى لو احنا هنجيب الاتوميك نمبر بتاعه ده كان حوالي
53. لما نيجي نعمل له الكترونيك كونفيجريشن ممكن نستخدم اقرب نوبل جاز ليه طبعا، او احنا ممكن ايه اقرب نوبل جاز ليه ممكن نستخدم عندك الكريبتون ده كان 36، والمفروض بعديه هيبقى مين؟ هيبقى عندنا الكريبتون ده ممكن نعمل كده ادي هيليوم نيون ارجون، كريبتون ده الرابع، يبقى بعديه ببتدي بايه؟ ب 5 S2، وبعد كده ممكن نحط مين؟ ال 4 دي 10، وبعد ال 4 دي 10 كده احنا خدنا كام الكترون؟ ادي هنا 12 وال 36 هنا، يعني المفروض 10 و36 ادي 46 و2 ادي 48. فاضل لنا كام على الايودين؟ يبقى المفروض ان انا احط 5 B 5. ماشي، ده كده وكده كده خلاص احنا عارفين اصلا ان الايودين ده في جروب 5A، يعني الفالنس الكترون بتاعته هتبقى 7 اهو، 2 في الاس و5 في البي، يعني اخر انرجي ليفل اللي هو الخامس هيبقى فيه 7 الكترونز. طيب فاحنا بالتالي دلوقتي المفروض ده ميتال وده نون ميتال، لما يجوا بقى نعمل لهم بقى لويس الكترون دوت، البوتاسيوم هيلوز لل1 ده، فبالتالي هيتحول بوزيتيف اين ومش هيبقى حواليه ولا الكترون، فبقوم عامله كده اهو وبوزيتيف. طيب الايودين هيقوم هو واخد الالكترون ده عشان يكمل بيه البي، فبالتالي هيبقى كده اخر انرجي ليفل الخامس عنده 7 الكترونز وخد واحد بقى 8، يعني انا هقوم عامل ادي الايودين واحط حواليه 8 الكترونز بالشكل ده، وبالتالي اكيد هيبقى نيجاتيف اين وهيبقى شكله كده اهو، يعني اكيد الكي هيبقى بوزيتيف والايودين هيبقى كامل ب 8 نيجاتيف، يبقى دي صح. هنا طبعا دي مش هتنفع، اكيد البوتاسيوم مش هياخد، وهنا مفيش ايونز دي مش هتنفع، وهنا طبعا دي مش هتنفع، فالاجابه اكيد هتبقى ايه؟ هتبقى دي. ماشي. 8 which of the following compound contain hydrogen ion has a paired electrons؟ مين في الكومباوندز دي فيها هيدروجين اين؟ الهيدروجين اين عنده بيرد الكترون، يعني ادي الهيدروجين اين وهنا ادي الهيدروجين وهنا هيدروجين وهنا ايه؟ هيدروجين. مين في دول عنده بيرد الكترونز؟ يعني اما اجي اشوف كده اهو المفروض اهو ادي هيدروجين مع السي ال، وهنا السي اس مع الهيدروجين، وهنا سي اتش 4 يعني سي و4 هيدروجين، وهنا NH3 ادي نيتروجين مع 3 هيدروجين. طيب اجي ابص كده، يعني ايه بقى بيرد عنده بيرد الكترون؟ المفروض اما امسك كده ال HCl ده، خدوا بالكم ده كوفيلنت نون ميتال ونون ميتال، السيزيوم مع الهيدروجين ده المفروض السيزيوم ده ميتال والهيدروجين ايه؟ نون ميتال، يعني ده حاجه ايونيك. طيب المفروض السي اتش 4 ده نون ميتال ونون ميتال كوفيلنت، ده برضو كوفيلنت. هو بقى بيقول لك مين في الكومباوندز دول contains hydrogen ion، ناخد بالنا من الحته دي، هيدروجين ايه؟ ايون has a paired electron، يعني هيدروجين ايون عنده بيرد الكترون، يعني هيدروجين خلاص بقى ايون، والمفروض ان هو عنده 2 الكترونز وبيرد، يبقى اكيد الالكترونز دي اكيد هو خلاص بقت بتاعته، يعني اصلا الهيدروجين هو كان عنده الكترون واحد الاتوميك نمبر بتاعه 1، اكيد خد الكترون تاني، يبقى اكيد خد من ميتال، من حاجه عملت لوز تماما، لان الهيدروجين ده لما بيخش في شيرنج مع اي نون ميتال تاني هو بيبقى عبيط جدا، يعني على طول بيتاخد منه الالكترونز، ما دام هو خد يبقى اكيد هو عمل جين، يبقى اكيد يتفاعل مع ميتال. مين هنا الحاجه الوحيده اللي فيها ميتال مع الهيدروجين؟ هو السيزيوم هيدرايد، وده طبعا ايه؟ ايونيك كومباوند، فالسيزيوم عمل لوز وده خلاص عمل جين وبقى شبه الهيليوم. Question 9 بيقول لي which of the following compound is ionic؟ طيب ايونيك يبقى احنا عايزين حاجه ميتال مع حاجه نون ميتال. طيب ال HCl لا، الهيدروجين ده نون ميتال والكلورين ده نون ميتال، فاكيد نون ميتال نون ميتال ده كوفيلنت، يبقى اكيد ده مش هينفع. طيب هنا اس ار وسي ال 2، الاس ار ده الاستروتيوم وده السي ال 2 ده الكلورين، الاس ار ده خدوا بالكم في جروب 2A يعني ده ميتال، والسي ال طبعا الكلورين ده نون ميتال، يبقى ميتال ونون ميتال يبقى اكيد ده ايونيك، فدي ممكن تنفع.
طيب السي اس والاف، طبعا السي اس ده السيزيوم والفلورين ده برضه ميتال وده نون ميتال، يبقى اكيد دي برضه ايونيك. يبقى مين في دول ممكن يكونوا ايونيك؟ هيبقى 2 و 3. يبقى عندي الاجابه هتبقى طبعا ايه؟ سي 2 و 3 بس هم اللي ممكن يكونوا ايه؟ ايونيك كومباوندز. طيب question number 10 بيقول لي by using the opposite table which of the following compounds has the highest melting point. مين في الكومباوندز دي هيبقى عنده اعلى melting point؟ واعلى melting point يعني اعلى difference في الالكترو نيجاتيفيتي. اما اجي ابص كده مين اعلى واحد هنا في الالكترو نيجاتيفيتي؟ الدي ده 3.16. ومين اقل واحد هنا في الالكترو نيجاتيفيتي؟ البي ده 0.9. يبقى اكيد الفرق هيبقى اكبر حاجه ما بين اقوى واحد واضعف واحد، يبقى بالتالي هيبقى مين؟ البي مع الدي. يبقى عندنا ممكن يكون مين؟ سي. هو البي دي ده طبعا هو الكومباوند اللي هيكون فيه اعلى ديفرنس في الالكترو نيجاتيفيتي، فبالتالي هو اللي هيبقى عنده هايست ميلتنج بوينت، اعلى درجه تسييح، وهيكون طبعا ايه؟ ايونيك. لو انا جيت بقى عملت كده اهو ال 3.16 طبعا ماينس 0.9 هيديني حاجه اعلى من الزيرو من ال 1.7، فده اكيد ايه؟ ايونيك، فده هيوصل الكهرباء وهيبقى عنده اعلى ميلتنج بوينت. وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا الاسبوع دوت الهوم ورك والويكلي اسسمنت بتاع سكندري 2. كان معاكم مستر عمر عرابي. اتمنى ان احنا بقى نعمل شير وندعم كده للبيج بتاعتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.